اهي الوحشه جت اهي. وانت يا عم ايه الكرش ده طلعته امتى؟ وايه شعرك ده عامل زي الليفه ده ولا ايه؟ ده شبه السلكه بالظبط اللي بنغسل بيها المواعين. بصوا يا جماعه، قاعده في التعامل مع الاطفال وفي الحفاظ على مشاعر اطفالنا. قاعده بتقول اللي جد ويزعل ما يتهزرش فيه. حضرتك دي لغه هزار. للاسف في ناس كده يعني بتهزر هزار ان هي تتكلم كلام وحش، مع ان استغفر الله يعني، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلمه الطيبه صدقه. خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. طيب نعمل ايه بقى مع الناس اللي بتعمل كده مع اطفالنا؟ اول حاجه ما نسمحش لاي حد ان هو يعمل كده مع اطفالنا. طب نعمل ايه؟ يا اما نرد بكل احترام وذوق، لا لو سمحت ما نقولش كده الموضوع من مشاكل، خلاص ناخد الشخص الكبير ده حتى لو الاب والام، لو سمحت يعني بلاش نقول الكلام الكلام بيأثر على اولادنا واحنا عايزين نتعامل احسن. وحتى لو قلنا كلام حلو ناخد ثواب، ولو قلنا الكلام الكويس هيصدق نفسه وهيبقى كويس. انما اهم حاجه ما نسكتش.